السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شيوات وحلويات رميساء. اليوم غادي نوجد معكم هاد الشيوه هادي اللي كتجي في رمضان رائعة. بعد ما كطلع لنا الحريرة في الراس، الحريرة كل نهار كنحاولوا اننا ننوعوا، بحال الصوبة، بحال المحمصة، بحال هكا كتجي مع لاصوص طوماط ومع الخضيرة. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كتجي فيها مكونات جد رائعة، وكذلك كتجي في المذاق لذيذة. ندوزو المقادير وفي نفس الوقت الطريقة. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاج، هنا في كوكوط غادي ندير عندي قريعة قطعتها رقيقة، خيزو كذلك قطعته رقيق، قطع من اللحم حتى هي كنقطعوها على شكل مربعات كنديروها في الكوكوط ديالنا. غادي نضيف عليها الربيع اللي كيتكون ندير القزبور ومعدنوس وكذلك الكرافس مقطعين رقاق. هنا عندي لاصوص طوماط اللي تنكون درت مطيشه، تنكون درتها في كاسرول اولا في طنجره، تنغسلها ونقطعها على 4 وتنديرها تسلق عاد باش كنطحنها مع بصيله صغيره حكيتها. زدت 2 معالق كبار ديال حك ديال مطيشه، وواحد نصف كأس ديال زيت المائدة وزيت الزيتون. انا هنايا تنخلطهم، كيبقى لكم الاختيار انكم ديروا غير وحده. وغادي نضيف ابزار، القليل من الكمون، سكينجبير حتى هو، والخرقوم. غنضيف الملحه، يعني العطريه تقريبا كامله، وشويه ديال القرفه باش كتعطيني ديك البنه. غنزيد داما ديال كنور. صافي هنايا هادو هما المكونات ديالي اللي غادي نحتاج. تنخلطهم وتنديرهم يتقلاو مزيان فوق النار تكون متوسطه حتى كتقلى مزيان. نقعدوها على نار متوسطه حتى كتقلى لينا وتنسجم ديك العناصر مع بعضها. شفتوا معايا؟ من بعد غادي نزيد عليها الماء اللي كنكون سبق لي غليته باش نقدرها مزيان بالماء. من الاحسن انكم ديروا الماء في خطره باش ما تبقاش كل مره تزيدوا كتجي باسله. صافي قفلت عليها حتى طابو ديك المكونات. من بعد ما طابو ليا ديك المكونات حليت عليها وزدت المحمصه كبيتها عليها. صافي غادي نخليها حتى طيب لينا وندوزو المرحله ديال التقديم. هنا من بعد ما طابت لينا المحمصه ديالنا كيف شفتوا معايا كتجي على هذا الشكل هذا. المذاق ديالها كيجي غزال. كنتمنى انكم تجربوها. ديك الساعه تردوا عليا في كومونتير. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. تنقدموها على هذا الشكل هذا في زليفات مع المرافقات ديالها، الشباكيه والتمر والبليغات اللي ديجا وجدتهم معكم راهم موجودين في الفيديو. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، وان شاء الله مع فيديو اخر.